ايوه معاكي فعلا حق يا فتحية. الجو حر قوي قوي. مع ان زمان لما كنت عايش في البيت دوت انا وبابايا ومامتي كان الجو طراوة وجميل. يا بابا يا ماما، الحقوا انا لقيت ورقة غريبة عليها اسم جده باباك يا بابا، لقيتها في الجنينة بره. ورقة؟ ورقة ايه دي؟ وريني كده يا سيف. إيه ده فعلا ورقة عليها اسم بابا، وكمان ده خطه مكتوب فيها: يا أحمد يا ابني يا حبيبي، أنا سايب لك كنز في البيت، دور عليه كويس ولاقيه، توقيع باباك حبيبك. بص بقى يا احمد، ما تقولش لحد خالص على السر ده، بدل ما نتحاسد ولا ما نلاقيش الكنز. الكنز قصدي، عارف ليه؟ علشان جارتنا دي شايفه اللي اسمها ام سودي دي بتحسدني يا احمد. الاسبوع اللي فات كنت جايبه خاتم فالصو، يعني مش دهب، بصيت لي عليه كده بصه، روحت البيت لقيته اتقطم. اوعى تقول لحد. بس يا بابا انت يا ماما، انا كنت قاعده ساكته ومؤدبه من بدري. بس يا بابا انا دلوقتي هاخد نص الكنز، انت نص وانا نص يا بابا، عشان كنت قاعده ساكته ومؤدبه. يا سلام، ازاي كده؟ انت ازاي تاخدي نص الكنز وانا كمان عاوز نصه؟ اما انا اللي لقيت الورقه اللي بتعرفنا على مكان الكنز، انت نص تاخدي نص، انت بتاع ايه؟ يا سلام، لا اشمعنى انت ما تاخديش حاجه اساسا؟ انتوا بتتخانقوا من دلوقتي، ومش لما نلاقي الكنز الأول؟ ده انتوا عيال تافهين. لا لا ان شاء الله. انت دور كده في الورقه مثلا يكون في اي حاجه تعرفنا على مكان الكنز كده ولا كده. فعلا يا فتحية معاكي حق. الورقة مكتوب فيها، مرسوم كده عليها رسمة. في أوضة الولاد تحت السرير من جوه خالص. أيوة، عشان مفيش حد بيرفع سرير الولاد دوت، فأكيد بابايا كان حاططها هنا. كان سرير دوت وأنا صغير. لازم أروح دلوقتي أشوفه. ها يا احمد، لقيت الكنز ولا ايه؟ لا استني كده، ملقتش الكنز، أنا لقيت ورقة تاني. أما أقوم كده جابها لكم وأوريها لكم. بصي بقى يا فتحية، الكنز، الورقة بتقول يعني ان الكنز في المطبخ. اكيد دي لعبتك. بجد؟ المطبخ ماشي، لو على المطبخ دوت من عينيا الاتنين، طبعا ده لعبتي. هي يا ماما، خلصتي ولا ايه؟ انتي من بدري عمالة تدوري في المطبخ. هي يا فتحية، خلصتي ولا ايه؟ انا زهقت قوي، ده انا ما كملتش 5 دقايق وطلعت الورقة. استنوا بقى، مش عارفة اجيب حاجة منكم، ده انتوا عيال رخمين. ايه ده اهو اهو لقيت الورقة. الحمد لله يا رب، اسكتوا بقى عشان اعرف اوريها لكم. انا مش مصدقة يا عيال، لقيت الورقة، لقيت الورقة، الله اكبر. ايه ده؟ يا نهار اسود، يا لهوي، احنا المرة دي هنلاقيها ازاي؟ في ايه يا ماما؟ انت ليه بتقولي كده؟ ان شاء الله هنلاقيها. ده عندي كده المعلم عكرة. يا نهار ابيض، هنجيبه ازاي ده؟ صح يا ماما، الا جاب الورقة عند كتف المعلم عكرة ده. اصل جدكوا يا حبايبي كان هو زمان صاحب القهوة دي او الكافيه ده، بس لما خلاص كبر سابه واشترى المعلم عكرة، والمعلم عكرة دوت راجل مش هقدر اقول لكم. لو انتوا عاوزين تعرفوا المعلم عكرة دوت عمل ايه، شوفوا الحلقة اللي فاتت اللي كان فيها احمد اتضرب. سيبيني يا فتحية، سيبيني، انا هوريه يا فتحية. وانا جيت عندك، انا مش ماسكك اساسا يا عم. اسف. انت اللي اسمك معلم عكرة، تعاليلي. ايوه انا. بص، دلوقتي انا ابويا الله يرحمه كان صاحب المحل الكافيه ده قبليه. فالمهم هو ساب لي هنا ورقة مهمة، هاخدها وامشي تاني بهدوء بدل ما نقعد نتخانق انا وانت. عايز الورقة من عينيا الاتنين. تضحك عليا؟ طب خد دي. طب ليه كده يا عم؟ انا عملت فيك ايه؟ انا كنت هدخلك بجد، عشان ابوك الله يرحمه كان عليه افضل عليا كتير. حرام عليك. مش حاجة غريبة يا احمد ان المعلم عكرة كده يسيبك تمشي بعد ما اديته العلقة دي. ما اعرفش بصراحة. يلا اما افتح الورقة. يا نهار ابيض، دي احنا هنجيبها ازاي دي؟ عارفين المكان الجاي فين؟ ده بحمام السباحة، حمام السباحة بتاعنا. يا فتحية انا ماشي، انا زهقت. استنى بس، ان شاء الله تبقى دي اخر ورقة. كمان بيقولوا لك كمان نحفر تحت الرملة. انت ليه يا معلم سبته كده يضربك وما عملتلوش حاجة؟ انت المعلمين.
ما تعرفش الواد ده غلبان أوي أوي. ده أنا الحلقة اللي فاتت ضغطته ضغطغة، ضربته لما قال إيه يما ارحميني. وانتوا كمان يا أصحابي اتفرجوا على الحلقة اللي فاتت عشان تعرفوا أنا عملت فيه إيه. المهم أبوه كان صاحب أبويا الروح بالروح. المهم ابوه كان بيقول ان سايب كنز، كان بيهزر معاه. اتاري الكنز اللي هو سايبه ده كنز بيبسي. انا مش عارف هو هيحصل له ايه. وانت انا فاكر ان دي تعويره زي المعلم صوت المعلمين. دي بتاعه كده لازقه حاططها حتى تلاقيني اهو حشتها. يا تخافش عليا يا حبيبي من المعلم صوت المعلمين. بابا يا بابا، في علامة عند النخلة اللي هناك دي، روح كده شوفها. الجو جميل قوي قوي. حاضر حاضر، انا جاي اهو، وسعوا انتوا بس. ايه ده؟ يا نهار ابيض! ايه ده مالك يا احمد؟ ايه اللي حصل لك؟ انت وقعت في الارض كده ليه؟ انت عارفة الكنز يا فتحية؟ يعني انت مصدوم يعني من